سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة كوكين سوكا. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم وصفه مميزه بزاف، وهي مجبنه معمره بالطريقه الفاسيه الاصيله بحشوه غنيه ومذاق رائع. كتجي بنينه بزاف اذا كنتي كتقلبي على وصفه ناجحه ومضمونه للمجبنه. تابعي معايا الفيديو الاخير وغادي تشوفي جميع الاسرار والخطوات بالتفصيل. ما تنساوش تخليو لي لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد، فضلا وليس امرا. وغادي ننتقلوا للطريقه. بسم الله. كما كتشوفوا عندي هنايا طريفات ديال اللحم اللي خديتهم من الجهه ديال الفخذ، وعندي هنايا هاد الطريفات اللي بقاو لي من الجديد. بغيت نزول لهم هاد اللحمه هذه اللي لاصقه فيهم، وداك الجلده وداك الشحم اللي فيهم نزولها اللوحه صافي. وعندي هنايا البصله تقريبا شي 7 البصلات هكا كبار اولا 6. وعندي هنايا قزبر ومعدنوس. كناخذ هاد البصله وغادي نقطعها طرافي كبار باش غادي ندوزها في الماكينه تزيد تقطع ليا تشل ليا رقيقه. من بعد فاش قطعت البصله غادي ندوز باش غادي نقطع اللحم هكا لطريفات صغيورين يكونوا باش كيطيب دغيا. يمكن لكم في عظمه ديروا هكا اللحم هكا مقطع، يمكن لكم طحنوه كفته، اولا الا كانت عندكم الكفته يمكن لكم ديروا في عوض اللحم ديروا الكفته مطحونه زعما ناضيه بلا ما تقطعوا بلا والو. صافي غادي نقطعهم هكا طريفات وغادي ندوز باش غادي نطحن داك البصله. غادي نطحن البصله على هذا الشكل كما كتشوفوا حتى كتطحن ليا مزيان كتولي مشلضه رقيقه. وغادي نولي نطحن القزبر ومعدنوس حتى هو حتى كيتقطع ليا رقيق. وغادي نزيد معاه الثومه تقريبا هكاك 5 ديال الفصوص ديال الثومه اولا 4 يكونوا منقيين. هانتوما 1 2 3 4 5 6. درت 6 ديال الفصوص ديال الثومه تقريبا. نتوما حسبوهم عاوتاني حسبوهم على حساب داكشي كيبقى على حساب الكميه اللي غادي ديروا. انا هنايا غادي ندير المجبنه وغادي نعمر حتى المصران معاه. صافي كنقطع داك المعدنوس والقزبور والثومه وغادي ندوز باش غادي نزيد شويه ديال الشحمه على هذا الشكل بحال هكا حفينه ديال اليد تكون قليله باش ما تجيكمش ميدمه بزاف. وغادي نزيد على داك البصله والقزبر والمعدنوس غادي نزيد داك اللحم اللي قطعته وغادي ندوز باش غادي نزيد العطريه. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الملحه، غادي نزيد معلقه ديال السكينجبير ما تكونش عامره بزاف، وغادي نزيد نص معلقه ديال الخرقوم هكا. وغادي نزيد في الحمراء حتى هي معلقه كبيره. غادي نزيد القزبور اليابس حتى هو مطحون كندير هكا معلقه. وغادي نزيد الابزار
تقريبا هكاك 2 معالق صغار ما عامرينش بزاف، نص معلقه كبيره. وغادي نزيد اخر مكون هو البيض، غادي ندير 8 البيضات. وغادي نخلط المكونات، غادي نخلطهم مزيان وغادي ندوز باش غادي نعمر المجبنه. من بعد فاش خلطت المكونات غادي ندوز باش غادي نعمر المجبنه. المجبنه كتكون على هذا الشكل هكا من الداخل، كتكون مكرشه بحال هكا. كنجي للتالي ديالها وكنحزمها على هذا الشكل بحال هكا باش ما كتخرجليش الحشوه منها. فاش كتكون كطيب عندي هنايا 2 مجبنات، غادي نعمر المجبنه والمصران، وعاد الا بقى لي الحشوه شويه زايده غادي نزيد نعمر المجبنه الثانيه. بالنسبه هنايا المجبنه انا راني غاسلها بالماء والملحه مزيان، وكنولي عاوتاني كنخليها في الملحه والخل تقريبا هكاك شي 3 ساعات ولا 4 على ما كنوجد الحشوه، وكنولي نغسلها مزيان بالماء وعاد كنعمرها. وكنبقى نعمرها على هذا الشكل، كنعمرها انا بيديا، نتوما الا بغيتو ديروا مغرفه ولا معلقه اللي بغيتو ديروه. كنعمرها على هذا الشكل بحال هكا، وكنبقى فاش كنحس بها عمرها شي شويه كنبقى نفعل لتحت الحشوه باش كيهبط لتحت وتعمر من التحت حتى هي. صافي غادي نعمرها تقريبا كامله، كنخلي شويه من الفوق حيت فاش كطيب كتنفخ، كنخلي لها فين تنفخ باش ما كطرطقش لينا ما والو. صافي غادي نعمرها على هذا الشكل بحال هكا، غادي نخلي هاد شويه اللي شاده فيه انا من الفوق وكنخيطو بالخيط، وكنديرها في الكسكاس اللي كنكون دايره فيه الماء من التحت، وكنخليها حتى كطيب وكتشد راسها على هذا الشكل. كنتقبها هكاك 2 تقبات ولا 3 باش كتنفس ما كطرطقش لينا حتى كتشد راسها. عاد كنتقبها وكنخليها تكمل طياب، كنغطيها وكنخليها تكمل طياب. صافي من فاش كطيب كندهنها بشويه ديال الزبده وكنديرها في الصينيه اللي غندخلها الفران. كندخلها كتحمر لي على هذا الشكل بحال هكا من الجوانب بجوج، وكنقدمها وهي سخونه. كنقدمها مع شويه ديال العطريه كتكون فيها شويه ديال الملحه والكمون، القزبور يابس، شويه فلفله حمراء الا بغيتو ديروها. صافي هنايا راه فلت ليا شي طرف ديال اللحم باقي صحيح. المهم هكا كتجي الجبنه، كتجي كما كتشوفوا محمره وزوينه، والحشوه ديالها كتجي عامره من الداخل. في البنه كتجي روعه بنينه بزاف. انا بعدا كتعجبني وكنفضلها على بزاف ديال الاطباق ديال العيد الكبير. كنتمنى تجربوها، وكنتمنى تخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. ديروا لايك للفيديو وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الناس اللي كتعرفوا. نشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. سلامه.